الأم الحاجة صفاء كانت ست بركة، شقيت سنين عشان تطلع بنتها عبير أحسن واحدة في الدنيا. وكانت دايما بتقول: يا عبير يا بنتي، مالي ومال أبوكي كله تحت رجلك، انتي اللي بقيالي لينا في الدنيا. عبير كانت بتمثل إنها البنت المطيعة اللي بتخاف على قرش أهلها، وكانت دايما تروح مع أمها السوق وتساعدها في شيل الشنط، وبتقول لها: يا ماما ارتاحي انتي وأنا اللي هحاسب وهشيل عنك كل حاجة. الحاجة صفاء كانت مأمنة لبنتها على خزنة البيت ومفتاحها، وبتقول لها: شيلي الذهب والفلوس يا بنتي، انتي أمينة البيت. وفي يوم وهم راجعين من السوق، شنطة الخضار اللي كانت عبير شايلاها اتقطعت فجأة في نص الشارع، والصدمة كانت بشعة. الخضار وقع على الأرض، ووسط البطاطس والطماطم ظهرت علبة قطيفة حمراء كانت الحاجة صفاء فاكرة إنها في الخزنة. الأم فتحت العلبة بوجع، لقيتها فاضية تماماً، ولقت في قعر الشنطة وصل أمانة باسم عبير لصايغ ذهب في المنطقة. الدم نشف في عروق الأم، والقلب اتكسر 100 حتة وهي بتكتشف إن بنتها الوحيدة كانت بتسرق ذهبها قطعة قطعة وتخبيه وسط الخضار وهي راجعة من السوق عشان تبيعه وتصرف الفلوس على خطيبها اللي أهلها كانوا رافضينه عشان أخلاقه. عبير كانت بتبيع شقة عمر أمها بدم بارد عشان واحد ما بيصنش. الأم بصت لبنتها بكسرة ونظرة وجع وقالت بصوت مشروخ: الدهب اللي كنتي بتخبيه وسط الأكل يا عبير هو اللي فضح سواد قلبك. أنا كنت شايلاه عشان أجهزك بيه، بس انتي استعجلتي وسرقتيني وانتي لسه في حضني. الحاجة صفاء أخدت المفاتيح، وعبير وشها بقى زي الكفن قدام الناس في الشارع، والكل عرف إن الضنا لما بيخون أهله عشان مصلحة بيبقى هو السكينة اللي بتدبح من غير رحمة. الأم عرفت إن الأمانة ما بتتجزأش، واللي تسرق أمها ما تستاهلش تكون ست بيت. ودي كانت حكاية من حكايات مايا، اللي بتعرفنا إن اللي تشيل عنك الشيلة وهي عينه على اللي في جيبك ربنا بيفضحه بأبسط شنطة تتقطع، والوجع بيبقى في القلب اللي ربى وكبر وتخان في الآخر.